امبارح يا جماعة حصل موقف صعب قوي يا جماعة، وحبيت اقول لكم عشان تعرفوا بس الدنيا بيحصل فيها ايه. امبارح كنت بشتري حاجات للبيت، وبعد ما خلصت ورايحة احاسب على الكاشير، كان في راجل تقريبا كده يا جماعة، راجل كبير في السن، عنده حوالي كده 50 60 سنة، بيحاسب يا عيني قبلي على كيس عيش بس. كان جايب كيس عيش بس يا جماعة. وبعد ما حاسب بتوع الامن اتلموا عليه واخدوا معاهم وفتشوا. فانا شدني الموقف وسألت، قالوا لي ده سارق حاجة والكاميرا صورته. رحت مشيت وراهم وشوف يا جماعه وفتشوه، طلع يعني يا جماعه واخد علبه جبنه، اقل تمن علبه جبنه اللي هي التمن الصغيره دي. وبعد تفتيشه ما طلعوش من جيبه غير البطاقه والعيش اللي حاسب عليه وعلبه الجبنه بس. الراجل كان منهار يا جماعه حرفيا. وطبعا الامن بتاع المحل عاملين عليه حفله، وكان سارق، وكانه كان سارق ذهب او سارق الماظ، وعايزين يطلبوا الشرطه. طب ليه كل ده يا جماعة؟ كل ده علشان علبة جبنة؟ طب ليه؟ طب ممكن ان كان حد دفع له ثمنها وخلاص، اكيد سرقها من جوعه. خلاص. والناس وقفت واتلمت والناس كلها عرضت ان هي تدفع الفلوس، بس المحل اصر ان الشرطة لازم تيجي. انا مش عارفة ايه الاصرار ده. وفعلا طلبوا الشرطة وجت، وظابط صغير وامين شرطة، ولما عرفوا الموضوع سألوا الراجل انت عملت كده ليه؟ قال لهم كنت جعان، سرقت ارخص حاجة في المحل عشان اكلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقيت ضابط الشرطة بيقول لموظف الأمن سيبوه يمشي، إحنا في رمضان. خلاص. طبعا رفضوا. لقيت الضابط اتعصب وقال هنكتب في المحضر إنكم حجزتوه بالقوة. ومع إصرار الطرفين والناس اتعاطفت مع الراجل جدا. الضابط قرر إنه يمشي الراجل، وكمان أعطاه فلوس. وكل واحد كان واقف دفع للراجل اللي فيه النصيب، وكل واحد واقف أعطاه من الأكل اللي اشتراه من السوبر ماركت. ترول كبير اتملى بالطعام على عينه يا جماعة. ويفاجئ الجميع، اتفاجئنا كلنا واحنا واقفين ان الراجل ساب الترول والفلوس كاملة والاكل اللي الناس اديتهوله ومشي وسابه ومن غير اي حاجة. عزة النفس يا جماعة.